بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كماجد كنت مديني لقب ملك البدايات من كتر ما كنت بفشل وأبدأ من جديد، بفشل وأبدأ من جديد، وأقرب الناس ليا عارفين الكلام ده. كانت مشكلتي إني زي أي شاب عايز أصلح كل حاجة في نفس الوقت، مبدأ يا أبيض في كله يا أسود في كله. من 3 شهور فاتوا مريت بمرحلة الضياع التام وجيت على الأرض تماما، وللأسف كنت في امتحانات الشفوي. المهم فضلت في مرحلة الضياع النفسي دي لمدة شهر لحد ما قررت أبدأ أطبق خطوات علم النفس اللي أنا اتعلمتها في الكورسات وفي المنح وفي الكتب اللي قريتها، وأبدأ بخطوة بسيطة جدا واستمر عليها لمدة أسبوع، وبعدين أضيف خطوة تانية جديدة. الخطوة دي كانت بتاخد مني دقيقة بس كان تأثيرها بيمتد على طول اليوم، لأن هي كان بيبقى ليها تأثير فعال جدا على السيكولوجي عموما. وفي خلال شهرين بفضل الله ثم العادات البسيطة اليومية دي حفظت عشر القرآن الكريم، بتعلم إنجليزي يوميا، بمارس رياضة يوميا، باخد كورسات بانتظام، بقرأ كل يوم، بدأت ألعب لعبة فنون قتالية، وقعدت فترة أتعلم بيت بوكس. لكن كل ما حد يسمعني في البيت يقول لي يا ابني أنت مش ناقص جنان. والأهم من ده كله إني بقيت سعيد طول الوقت ومفعم بالطاقة والحيوية مهما مريت بمشاكل، والحمد لله بقيت بعرف أعمل أي حاجة أنا عاوز أعملها. فحابب أشارككم العادات اليومية البسيطة دي اللي هتقدر تغير حياتك لحياة أفضل. المحتوى هيبقى بيور سيكولوجي، هتكلم بشكل مبسط عن عادة أسبوعيا هتاخد منك دقيقة في اليوم، هعرفك إزاي تعمل العادة دي وإيه الاستفادة لما تعملها، وإيه البرنامج اللي تتابع عليه تكوين عاداتك اليومية. فان شاء الله هنزل حلقه كل جمعه الساعه 8، مش هتزيد عن دقيقتين، دقيقتين عشان تكون خفيفه عليك وعلى النت، وكمان عشان انا حابب اكون رقم 2 اللي يساعدك انك تكون رقم 1. زي ما ميسي قال لولا وجود لاعب عظيم بقيمه كريستيانو رونالدو ما كنتش حققت الانجازات دي كلها. طبعا كريستيانو رد بنفس الرد، وانا احب اذكر الاثنين ان هم ساعدوا بعض ومتعونا طول السنين اللي فاتت دي. تزرع فكره تحصد عمل، تزرع عمل تحصد عاده، تزرع عاده تحصد شخصيه، تزرع شخصيه تحصد مصير. دقيقتين كل جمعة، وأتمنى أكون عند حسن ظنكم. شكرا.